النهارده بقى هعمل لكم وصفة حلوة جدا بسيطة وسهلة. هنعمل البفتيك. طبعا احنا عارفين ان البفتيك سعره غالي حبتين، وفي نفس الوقت لما بنيجي نعمله ساعات بيشد معانا، ولو زودنا عليه السوا شوية بيشد اكتر. احنا هنحل المشكلة دي خالص. هنعمل البفتيك باللحمة المفرومة. هو بيسموه البفتيك الكذاب، بس انا مش شايفاه ان هو مش بفتيك خالص، هو بفتيك. احسن حاجة فيه ان هو ما بيشدش معانا، واخد طعم البفتيك بالظبط اللي احنا بنجيبه. والوصفة مضمونة جدا، غير ان هي اقتصادية. يعني لو عملتي من نص كيلو هتعمل الكمية اللي انت شايفاها دي. كمية حلوة جدا، وفي نفس الوقت طعمها حلو. كمان هقولك ازاي ما يفكش منك ويفضل الكفر متماسك عليه، وفي نفس الوقت كمان مقرمش. ان شاء الله الوصفة تعجبك. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. المقادير عندي هنا بسيطة جدا. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، ممكن تقللي الكمية زي ما انت تحبي. عندي هنا بطاطس ويكون حجمها وسط، وبرضو عندي بصل يكون حجمها وسط. نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الدقيق، ومعلقة كبيرة من النشا. هي دي بس المكونات اللي عندي. طبعا لو عايزة تقللي الكمية هتصغري حجم البطاطس وحجم البصل. طبعا البطاطس والبصل اللي احنا هنحطه، البصل بيديله طعم حلو قوي، بس مش عايزين نكتره علشان ما يفكش مننا. وفي نفس الوقت البطاطس هتزود حجم البفتيك عندنا وهتخليه متماسك. حطيت اللحمة المفرومة وهحط بقى كل البهارات كده عليها. طبعا البابريكا بتديها طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت هتديله لون احمر كده من جوه حلو جدا. الدقيق برضو والنشا اللي احنا بنحطه بيخلي اللحمة المفرومة متماسكة معايا، ولما نيجي نحمرها مش هتفك معايا خالص. بعد كده هجيب البطاطس وابتدي ابشرها. طبعا بنبشرها من الناحية دي. هي حبة بطاطس واحدة بس، يعني مش عايزين نكتر عن كده، لان هي هتبقى حجمها كويس جدا. لو هتعملي ربع كيلو من اللحمة المفرومة بتخلي حجم البطاطس صغير. زي ما انتوا شايفين كده بقى هبتدي امسك البطاطس واعصرها من المية كلها اللي فيها. ما ينفعش احطها على طول على اللحمة المفرومة، لان لو حطيتها وهي فيها السوائل دي كلها اللحمة برضو هتفك معايا. فنخلي بالنا كويس جدا، نعصر كده البطاطس من المية كلها. هبتدي برضو اجيب البصلاية وابشرها كويس جدا، وابتدي اعصر البصل برضو من السوائل اللي فيه واحطها. كل الحاجات دي هتخلي البفتيك معايا متماسك. بعصره كده كويس جدا من المية. ومية البصل بقى دي اللي احنا طلعناها دي نبقى نستخدمها في اي تتبيلة عندنا. شايفين الكمية كترت عندي شوية. هبتدي بقى اخلط كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا. ومش عايزين بقى البطاطس تبقى باينة خالص في اللحمة المفرومة، يعني نفضل كده نعجن فيها لحد ما تبقى كلها مش باينة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. كده البفتيك خلص معايا وجاهز على ان انا افرده. عندي هنا اكياس، الاكياس العادية بفتحها كده نصين، وبحط البفتيك وبفرده عليها. طبعا بيتفرد معايا على طول. باخد قطعة كده صغيرة ما تبقاش كبيرة قوي، وبفردها ان هي تكون رقيقة جدا، مش عايزينها تخينة علشان لما نيجي نحمرها تتحمر معانا وتستوي على طول. ومش شرط خالص ان شكلها يبقى متساوي، احنا عايزينها شكل البفتيك بالظبط، فنعملها كده بشكل عشوائي. عندي هنا طبق برضو حط عليه كيس كده زي ده، لان انا هحط عليه البفتيك من فوق، وانا هشيله في الفريزر، فانا مش عايزاه يلزق في بعضه. وعشان كمان يطلع معايا بكل سهولة ما يلزقش معايا في الطبق، فلازم احط اكياس كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي احط البفتيك عليه من فوق. نخلي بالنا كويس جدا ان قطعة البفتيك ما تبقاش مليانة، يعني مش عايزينها سميكة، خليها رقيقة زي البفتيك اللي احنا بنجيبه العادي. طبعا بعد ما بحط اول صف كده ببتدي احط من فوق كيس برضو، علشان لما اجي احط الصف التاني من فوق ما يلزقش معايا.
فنخلي بالنا كويس جدا كل ما تحطي كيس بينهم. انا كده بعد ما خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده عملت معايا كمية حلوة جدا، عملت 10 حتت من البفتيك، والحجم بتاعه كمان كبير. طبعا انا كبرت الحجم كده شوية لان طبعا لما نيجي نحمره هيكش معانا. هبتدي دلوقتي احطه في الفريزر لمدة ساعتين، لازم يتماسك معايا كويس جدا ويجمد علشان اعرف احطه في البيض والبقسماط. كده بعد ما طلعته بقى من الفريزر بصوا متجمد معايا، لان طبعا لو انت ما جمدتهوش مش هتعرفي تحطيه في البيض والبقسماط خالص، فلازم تخليه في الفريزر من ساعتين ل3 ساعات ان هو يبقى متماسك معاكي. يعني انت تمسكيه كده في الفريزر ما يبقاش طري معاكي خالص. عندي هنا بقسماط مطحون، هحط بقى على البقسماط التوابل اللي انا عايزاها. عندي هنا معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من النشا. طبعا النشا هيخلي البقسماط يقرمش معايا. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هبتدي اقلبهم كده مع بعض كويس جدا، وممكن تبهري البقسماط على حسب التتبيله اللي انت حباها. عندي هنا 2 عدد بيض، هحط عليهم شويه من الفلفل الاسود، والبقسماط كده لازم يبقى لونه فاتح ما يبقاش غامق، علشان لما تيجي تحطيه في الزيت ما يغمقش معاكي بسرعة. يعني بلاش نجيب البقسماط اللي بيبقى غامق. بعد كده بمسك القطعة كده زي ما انتوا شايفينها وبحطها في البيض، وبعد كده ببطنها كويس جدا بالبقسماط، بغلفها كده كويس جدا. وبضغط كده بايديا علشان البقسماط يمسك عليها. بحطها كده برضو على اكياس زي ما انتوا شايفين، وبحط من تحت بقسماط علشان لما اجي احطها تاني في التلاجة البقسماط يفضل متماسك عليها والطبقة بتاعته تبقى سميكة. بعد كده هحط تاني اكياس من فوق بالشكل ده، وبرضو بحط رشة من البقسماط كده قبل ما احط البفتيك. الخطوات دي مهمة جدا، هتخلي الكفر بتاع البفتيك يبقى متماسك معاكي لما تيجي تحمريه وما يفكش خالص. بعد ما خلصت الكمية كلها كده هبتدي احطها في التلاجة لمدة ساعة. بعد كده في زيت غزير زي ما انتوا شايفين كده ويبقى سخن معايا تماما، هبتدي احط البفتيك وبحط قطعتين بس، مش هزود اكتر من كده. مهم جدا بقى ان احنا اول ما ننزل بالبفتيك ما اقلبش فيه خالص، اقلب بقى فيه في المرحلة دي. اول ما احس انه خد اللون الذهبي كده من تحت ابتدي اقلبه. لو قلبت فيه اول ما تحطيه الكفر اللي انت حطاه هيفك ومش هيبقى متماسك، فمهم جدا ان احنا اول ما نحطه ما نقلبش فيه خالص. بعد ما ياخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت ابتدي بقى اصفيه من الزيت كده واحطه على مناديل مطبخ. بصوا الكفر مفكش معايا خالص. نخلي بالنا كويس جدا ان احنا نحط معلقة النشا اللي انا حطيتها على البقسماط، ومهم جدا انه ينزل في زيت غزير، ويكون الزيت سخن، تكون درجة حرارته كده عالية. ما ينفعش يكون بارد معانا او مش سخن قوي، هتلاقي برضو الكفر فك معاكي. زي ما انتوا شايفين كده النص كيلو عمل كمية حلوة جدا. هوريهولكوا دلوقتي من جوه. البطاطس مش باينة فيه خالص، غير ان هي زودت حجم اللحمة المفرومة، وفي نفس الوقت ما فيش طعم ليها خالص، يعني طعمها مش باين. شكله بوفتيك زي اللي احنا بنجيبه بالظبط، بس هيعجبكم جدا. ومش هتشتروا البوفتيك بقى اللي هو التاني ده خالص. يعني انتوا لما تيجوا تحبوا تاكلوا بوفتيك هتعملوه بالشكل ده. بصوا كده انا بفتحها لكم، بصوا البطاطس مش باينه فيها خالص، وكمان طعمها حلو جدا، ولا بقى هتشد معانا ولا اي حاجه. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم جدا. انا كده خلصت الفيديو خلاص، يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. ما تنسونيش بقى بلايك كتير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.